إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يأجرهم في مصيبتهم ويخلف لهم خيرا منها. مات عساف يا جماعة، هذا الطفل الجميل البريء. أمس كل الناس في وسائل التواصل حزينة على فقد هذا الطفل. أسأل الله أن يجعله شافعا نافعا، وأن يجبر قلوب أهله وذويه، وأن يربط على قلوب والدينه، خاصة والدينه لا تنسونهم من الدعاء. ما في شك أن حلت عليهم مصيبة عظيمة، أسأل الله أن يعوضهم خير. ومع انتشار هذا الخبر المحزن تناقل المتابعين تعليق غريب انتشر انتشار كبير. هذا التعليق جاء قبل هذه الحادثة المحزنة ب3 أيام. دخل على بيت قريبة عساف عقرب، الله يكفينا وإياكم الشر، وصوروا وهم ذابحينه. علقت هذه الأخت التعليق وقالت الله يسر لا يجيهم شيء، هذا معروف العقرب القرين أو زي كذا. وهذا خطير جدا على عقيدتك أيها المسلم، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وين توكلكم على الله يا جماعة؟ هذا الحدث خلاكم تدخلون مثل هذه المراحل وتدخلون، يعني الأمر خطير، في شرك. العقرب يا جماعة احنا مأمورين في ديننا أن نقتلها من الفواسق كما جاء في الحديث، ونقتلها في الحل والحرم بعد. هذه فواسق لازم نقتلها. ولكن ربط هذه الأحداث بهذه التعليقات مخيف جدا. هذا يدل على ضعف توكلنا على الله. التعليقات اللي جات بعد هذا التعليق مخيفة يا جماعة، مخيفة، وتدل على أن الناس متعلقة بهذه الأحداث وبعيدة كل البعد عن التعلق بالله. وين تسليم الأمر لله عز وجل؟ وين الإيمان بالقضاء والقدر؟ وين أشياء كثيرة متعلقة بدينك تختل بهذه الأحداث؟ غلط. فيجب عليك أنك تزيد من إيمانك بالله وتتوكل على الله عز وجل حق التوكل، ولا تضعفك مثل هذه الأحداث. ارجع لدينك، لا ترجع لمثل هذه الخزعبلات وهذه الخرافات. انتبهوا يا جماعة، الأمر خطير. ولا تنسون عائلة عساف من الدعاء، لأنه حلت عليهم مصيبة عظيمة. أسأل الله أن يربط على قلوبهم وأن يعوضهم خير.